هاي، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة في الفيديو هكلمكم عن زيت شجرة الشاي. طبعا في الفترة الأخيرة دي زيت شجرة الشاي انتشر انتشار رهيب وبقى موجود في كل منتجات العناية، لأن هو فعلا بجد وعن تجربة مهم جدا لأي بنوتة بشرتها دهنية، وتأثيره تأثير السحر، وأحسن من أي كورتيزون وأي أدوية وأي حاجات، منتجات، كريمات يعني ملهاش اسم. فانا حبيت انقل لكم تجربتي، لان في بنات كتير سألتني عليه، وكمان سألتني عن البدايل الرخيصة كمان ليه وايه هي استخداماته. انا كمان استخدمته في حاجات كتير قوي، وحبيت اشارككم بالحاجات اللي انا عملتها، لان هي فعلا هتفيدكم كتير. بالنسبة لزيت شجرة الشاي، هو دوت تمام، اسمه تي تري اويل. خلي بالكوا ده مش شاي اخضر، لان معظم البنات لما كانت بتسالني كانت بتقولي زيت الشاي الاخضر. على فكره مفيش حاجه اسمها زيت الشاي الاخضر يا جماعه، اوكي؟ دوت اسمه زيت شجره الشاي، وشجره الشاي دي موجوده في بلد السويد تقريبا، يعني بلد كده بعيده مش موجوده في اي مكان. وهي بيطلعوا منها الزيت دوت، وهو يعني بيمتاز ان هو ليه خصائص كتير متميزة عن اي زيت تاني، وانا هقولها لكم وانا في الفيديو مع بعض. فهو ده مش زيت شاي اخضر، تمام؟ ده اسمه زيت شجرة الشاي. ناس كتير قوي قالت لي اروح اجيبه من العطار، بس انا ما حبيتش ان انا اجيبه من حاجة مش موثوق فيها، لان هو ممكن يكون مخلوط، او ممكن يكون تركيزه عالي، او ممكن يكون مغشوش او محطوط عليه زيوت تانية. فانا دايما حبيت ان انا اجرب منتجات يكون موثوق فيها ومن شركة محترمة، علشان ما تأذينيش في الاخر. انا جربت نوعين من زيت شجرة الشاي، جربت اللي من بادي شوب، تمام، وكان حلو جدا جدا جدا، بس هو فيه مشكلة ان هو مش دايما متوفر، ودلوقتي سعره بقى ب 250 جنيه، فطبعا بقى سعره غالي قوي ل10 ملي. فانا بنات كتير قالت لي اجرب البديل دوت، وانا فعلا بقالي فتره ماشيه عليه، وفعلا عجبني جدا، وما فرقش كتير عن الزيت بتاع بادي شوب مع الفرق في السعر. ايه ده بقى؟ هوريلكوا، بعمل لكم سواتش على العلبه. ده زيت شجره الشاي اللي من اوريفليم. العلبه بتاعته شكلها عامل كده، من اللاين بتاع اللاف نيتشر. عموما انا بقالي فتره عجبني قوي الكريمات والتونرز والحاجات بتاعه اللاف نيتشرز من اوريفليم، وقلت ان انا كل شهر هجيب منهم كذا منتج اجربهم، علشان اقول لكم ايه الحلو وايه اللي مش حلو فيهم. فبجد فعلا ده يعتبر من احسن المنتجات اللي موجوده في اوريفليم، مقارنه بسعره ومقارنه بالحاجات اللي انا ممكن اعملها بيه. ده سعره ب110، بس لما بينزل عليهم اوفرز وحاجات كده. ده انا كنت جايباه ب36 37 في الرينج ده، يعني من بنوته على الفيسبوك، وبرده هسيب لكم لينك الجروب تحت. لكن هو يعني لو رحتي جبتيه من اي محل او كده، يعني هتلاقيه ب110، اوكي؟ بس برضو يعتبر ستيل سعر مناسب، لان هو برضو كبير، يعني ده 10 ملي بس، حجمه كبير هيقعد معاكي كتير، لان ده برضو تركيزه عالي شوية. فلا، حلو جدا. طيب نيجي بقى بعد كده، ايه هو استخدامات زيت شجرة الشاي؟ طبعا كل البنات واكيد كلكم عارفين، اول حاجه ان انتي، هو معروف عنه ان هو انتي اول ما بيطلع لك حبايه، بالذات لو انتي بشرتك دهنيه، بدل ما تحطي اي كريم فيه كورتيزون، وبدل ما تحطي اي كريمات تانية، زيت شجرة الشاي حلو جدا بالنسبة للحبوب. بمجرد ان انتي تاخدي نقطتين او 3 نقط وتحطيها على لوكل، مش تحطيها على وشك كله، على مكان الحبوب، وهو دوت يعني هو متركز، وهو معمول ان هو يتحط على الجسم عادي من غير ما تخففيه. لكن لو جبتي اي ماركة تانية، يعني انا بتاع بادي شوب كان تركيزه اعلى فكنت بخففه، لكن اللي عجبني في اوري فليم ان هو تركيزه كويس، ما يعمليش التهابات في وشي، بالعكس كان حلو جدا. وانا استخدمته من مرتين ل3 مرات في اليوم، ولما يبقى عندي حبوب بحب جدا استخدمه بالليل قبل ما انام، احطه مع كريم، وبرده ادهن بيه الحبوب، ادهن بيه وشي. بقوم الصبح مش بلاقي الاحمرار اللي حوالين الحبوب، بلاقي الحبايه ابتدت تنشف، لان هو اصلا من خواصه ان هو انتي بكتيريال وانتي فايرال، يعني مضاد للبكتيريا ومضاد للالتهاب ومضاد للفيروسات. وهقول لكم برضو كل حاجه من دول هتقدري تستخدميها في ايه في حياتك. اي بنوته بشرتها دهنيه، انصحك ان انتي تستخدمي المجموعه كامله اللي من زيت شجره الشاي.
من اي بقى شركه انت عايزاها، بس انا حبيت اقول لكم الحاجات اللي عندي انا جبتها من اوريفليم وعجبتني، ويعتبر كمجموعه كامله سعرها مناسب. المجموعه هي زيت شجره الجاي، ودوت اللوشن ده حلو جدا برضو من لاف نيتشر للبشره الدهنيه بزيت شجره الشاي، والتونر تمام برضو تحفة جدا. وانا كنت كلمتكم بالتفصيل ازاي تستخدموه ويعني ايه تونر، هسيب لكم برضو لينك للفيديو في الديسكريبشن بوكس. واخر حاجة، بس ده مش من زيت شجرة الشاي، بس في منه بزيت شجرة الشاي، هو الغسول الوجه دوت بالصبار. وعموما البنات اللي بشرتهم دهنية يا اما تستخدمي منتجات بزيت شجرة الشاي يا اما تستخدمي منتجات بالصبار، لان الحاجتين دول فيهم مضاد للالتهاب وفيهم مضاد للبكتيريا، وبيقللوا افراز الدهون وبيخلوا بشرتك نظيفة، وكمان بيقللوا الدهون اللي هي تنزل، او بيقلل من اي حبوب تطلع. فدول اكتر حاجتين انا بحبهم يعني. نرجع تاني، انا بستخدم ازاي زيت شجرة الشاي. اول حاجه قلتها لكم هي بستخدمها اللي هو مضاد للبكتيريا. لما يبقى فيه اي حبايه بحب ان انا احطها على الحبوب. تاني حاجه بجيب منه 3 أو 4 نقط وبحطها على اللوشن دوت تمام، اللي هو بزيت شجرة الشاي. ولو ما عندكيش، لو انت حابه تجيبي زيت بس، ممكن تجيبي اي كريم مرطب. يعني بقى ساعات كنت بحطه لما ميبقاش عندي، بحطه على كريم جونسون، او بحطه على اي كريم فيتامين اي او نيفيا. يعني اي كريم مرطب عندك ده برده كان حلو جدا، كنت كلمتكم عنه قبل كده. ده اللي هو النايت كريم الفيتامين اي من بادي شوب، بحب جدا. وبحب جدا اجيب العبوات الصغيره دي علشان اخدها معايا، بالذات كمان في المصيف وفي البحر، لان الشمس الجامده مع ميه البحر وميه البسين بتطلع حبوب كتير. فبحب جدا دايما يكون معايا الكريمات دي تمام. فانا بجيب 3 نقط او 4 نقط من الزيت وبحطهم على اي كريم عندي، وبستخدمه بالليل قبل ما انام، وبستخدمه الصبح قبل ما احط الميك اب تمام. اوكي، ده في اللي هو الروتين الطبيعي بتاعي. ده اول استخدام لزيت شجرة الشاي. تاني استخدام لزيت شجرة الشاي بستخدمه مع الغسول بتاعي. باخد 2 3 من الغسول على نقطة او نقطتين برضو من زيت شجرة الشاي، وبستخدم الفرشة دي اللي انا كنت كلمتكم عنها قبل كده، اللي هي من بادي شوب، هوريها لكم من جوه اهي. وببتدي امزجها على البشرة وانضف بيها بشرتي. فعلا بحس ان انا بشرتي نتفت جدا، وكمان ما بقاش فيها اي دهون، وفي نفس الوقت ما بقتش جافه. لان طبعا انتوا عارفين ان اي غسول بالصبار او بزيت شجره الشاي او اي غسول للبشره الدهنيه عموما، بعد ما بتغسلي وشك بيه بتحسي ان انتي بشرتك جافه شويه، علشان هو بيقلل الدهون الموجوده في البشره. فانا حبيت ان انا يعني اشوف الموضوع دوت بحاجه تانية، فاستخدمت زيت شجره الشاي معاه، وفعلا بقى وشي مش ناشف خالص، وبقى حلو كمان جدا. لما ابتدي بعديها احط الفاونديشن بيخلي الفاونديشن جلوي وثباته حلو وما بيعملش اي قشره ولا اي جفاف. فده تاني استخدام ليه، ان انت تقدري تستخدميه مع اي غسول موجود عندك، هيديكي نتيجة رائعة. وبالذات كمان لو انت بشرتك فيها اي التهاب او فيها اي حبوب. تاني استخدام انا بستخدمه لزيت شجرة الشاي لما بيبقى عندي اي فطريات او اي جفاف موجود في المناطق اللي ما بين الاصابع. والموضوع دوت بيبقى موجود كتير جدا عند البنات اللي بتلعب رياضة كتير، بتلبس الكوتشي لفترات طويلة، وكمان الناس الكبيرة والناس اللي عندها سكر. بيبقى فيه فطريات بتتكون ما بين الضوافر، بالذات بتاعة الرجلين او الايدين او عند الضوافر دي، بيبقى فيه زي فطريات بتعمل التهاب واحمرار وبتضايق جدا وبتعمل تعويرات مش حلوة. فزيت شجرة الشاي يعتبر علاج طبيعي يعني لفطريات الاظافر دي، بجد اكتر من رائع وحلو جدا. بستخدمه ازاي؟ بستخدمه استخدامين. اول استخدام يا اما بحط منه وهو مركز، يعني هو بجيبه من الازازه وبحط على بعد الشاور طبعا، وبعد ما ابقى نضفت رجلي كويس جدا بالشاور جل، بحط كام نقطه كده بالقطن بتاع الودان عند المناطق الفطريات دي 3 مرات في اليوم. في خلال 2 3 هتلاقي مفيش اي فطريات ولا اي جفاف، وهتلاقي الدنيا بقت حلوه جدا، وهو فعلا علاج ممتاز. تاني طريقه بستخدمها بيه ان انا بجيب باودر جونسون، لان باودر جونسون برضو من ضمن استخداماتها اللي انت تقدري تستخدميها لفطريات القدم والفطريات الايد برضو، واي فطريات موجوده في جسمك بتبقى حلوه جدا.
بتجيبي برضو شوية جونسون باودر وتحطي عليهم نقطتين بس مش كتير من زيت شجرة الشاي، وتقلبيهم مع بعض برضو بأي قطن ودان، وتحطيهم هيبقى زي كريم شوية. هتحطيهم برضو بعد ما تنشفي رجلك كويس جدا على المناطق اللي موجود فيها الفطريات. لو عملتي كده في خلال يومين 3 ولو استمريتي كمان على الموضوع دوت مش هيبقى فيه اي فطريات، لان المعروف عن زيت شجرة الشاي اللي هو مضاد للبكتيريا والفيروسات، فلو في اي بكتيريا او اي في فطريات موجودة في المنطقة دي هتروح خالص، هيساعدك ان انتي ما يحصلش اي جفاف ولا اي عدوى يعني. تالت استخدام للبناتيت اللي ضوافرهم على طول بتشقق وبيبقى لونها اصفر، والبناتيت اللي بتلاقي عند الجوانب بتاعه الاظافر بتفتح كتير وبتبقى جافه جدا. انصحك ان انتي لو عندك اي علبه مانيكير فاضيه خالص تقدري تجيبي نقطه زيت شجره شاي تحطيها على ايدك وتاخدي فرشة المانيكير وتبتدي تدهني بيها ضوافرك. عايزه اقولك ان هي ضوافرك لما تبتدي تطول هتبقى قويه جدا والصفار ده تدريجيا هيروح. وبالنسبه لموضوع الجفاف لو اي فطريات او اي تعبيرات موجوده في جوانب الاظافر هتروح تماما، وبجد فعلا حلو جدا واحسن من اي علاج تقدري تجيبيه. ففعلا الزيت دوت سحري وفعلا مفيش اي حاجه تقدر تعمل التأثير بتاعه. الاستخدام اللي بعد كده لو انتي عندك اي خربوشة او اي تعويرة مثلا او اي كمان حرق بسيط وعامل تعويرة، انصحك ان انتي تستخدمي زيت شجرة الشاي مش على الجرح نفسه لكن حوالين الجرح. ده بيبعد اي عدوى او اي بكتيريا ممكن تتكون، وكمان بيساعد ان الجرح دوت يلتئم بسرعة لان هو مضاد للبكتيريا، فهيساعد ان الجرح يلم بسرعة من غير ما يحصل له اي عدوى. وكمان لو عندك اي من الناموس اي برضو التهابات بتبقى موجودة في البشرة نتيجة لسعة الناموس اللي هي بتبقى الاحمرار الموجود فيها دوت، عايزة اقولك ان انتي لو استخدمتي زيت شجرة الشاي على المناطق اللي فيها لسعات الناموس لو نمتي هتقومي الصبح هتلاقيها مش موجودة خالص 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 فعلا يعني، ودي عن تجربة. بيقل الالتهاب الموجود والاحمرار، وواحدة واحدة هتلاقي مش هيبقى فيه اي اثر لاي لسعة ناموس. الحاجة اللي بعد كده اللي انا بستخدمها بزيت شجرة الشاي ان انا لو عندي اي احتقان موجود في مناخيري، لو انا مثلا عندي دور برد جامد شوية، لو انا عندي صداع، بجيب نقطتين 3 من زيت شجرة الشاي وبحطه على جوانب الانف، وكمان بحطه فوق الحواجب كده عند المناطق اللي بتركز فيها الصداع. عايزة اقول لكم ان هو حلو جدا جدا وبيقلل كل ده. الحاجة اللي بعد كده ان انا برضو لو عندي عضلاتي شادة شوية ومضايقاني وجعاني، ولو في اي كدمه موجوده في جسمي، عايزه اقول لكم لما حطيت من زيت شجره الشاي قلل اثار الكدمه، الالوان اللي هي الازرق والاخضر اللي بيجي نتيجه اي خبطه. وكمان عايزه اقول لكم ان العضلات كمان لما بتبقى مشدوده لما بتحطي عليها زيت شجره الشاي بيبقى حلو جدا وبيعمل لها ارتخاء شويه وبيزود الدوره الدمويه فيها، بيبقى حلو جدا. تالت حاجة بقى ودي انا برضو هكررها لكم تاني، ان انا ما اقدرش استغنى عن زيت شجرة الشاي في روتيني اليومي بالنسبة للبشرة الدهنية، وانا هقول لكم بالتفصيل انا بعمل ايه يوميا. اول ما بصحى من النوم بجيب الغسول بتاعي، انا هديكوا بديلين، يا اما غسول شجره الشاي اللي هو من بادي شوب وبرده كلمتكم عنه كتير قبل كده وهسيب لكم لينك الفيديو تحت في الديسكريبشن بوكس عشان تعرفوا التفاصيل، يا اما هتجيبي اي غسول انت بتحبيه تمام، يا اما بزيت شجره الشاي يا اما بالصبار، وبخلط بيهم نقطتين 3 من الزيت، وبالفرشه دي ببتدي انضف بشرتي كويس جدا اول ما بصحى من النوم. فعلا بتفرق معايا جامد جدا وبتسيب بشرتي كمان نقية وحلوة قوي. تاني حاجة انا بعملها بجيب التونر اللي هو ده برضو بزيت شجرة الشاي، في شركات كتير جدا بس انا حبيته جدا لان كمان في الاوقات اللي ما كنتش بلاقي فيها زيت شجرة الشاي كنت بجيب التونر وبحطه على الحبوب، كان بيديني نفس التأثير وكمان بيبقى اخف شويه على البشره، كمان عشان الناس اللي بشرتهم حساسه او الناس اللي مش بتحب يعني تاثير الزيت او ملمس الزيت على البشره، فانصحك ان انت تجيبي التونر اللي انا بعمله ان انا بحط التونر في التلاجة وفي نفس الوقت بحط منه كيوبس في المكان مكعبات التلجة في الفريزر. بعد الصبح ما بغسل وشي بالغسول مع زيت شجرة الشاي بجيب كيوب من التونر وبمشيها على وشي كله بحيث انها تقفل المسام، وفي نفس الوقت تقلل اي التهاب موجود كمان واي حبوب، وفي نفس الوقت كمان تديني نقاء حلو جدا بحيث ان لما اجي احط الفاونديشن ما يحصلش اي جفاف، فبجد اختراع.
الحاجه اللي بعد كده ان انا بستنى تقريبا 5 دقايق، وبعد كده بحط من الكريم دوت. هو مش كريم، هو لوشن خفيف جدا على البشره وبحبه جدا، وبستخدمه نقول كبرايمر، يعني بحب استخدمه قوي قبل ما احط الفاونديشن. برضو بحط نقطة من زيت شجرة الشاي، ودي انا ببقى حطاها على كل العلبة دي، لان هو اوريدي كريم اصلا بزيت شجرة الشاي. فبحط بدهن بيه بشرتي كلها، وبسيبه برضو دقيقتين، بحس ان كل البشره لغايه ما البشره تمتص، وفعلا البشره بتمتص بسرعه جدا، وبحس ان يعني بشره وشي مش مدهننه ولا حاجه. ببتدي احط الفاونديشن، فبلاقي ان هو شكله حلو جدا. نيجي بعد كده بعد ما برجع من الشغل، طبعا اول حاجه بعملها ان انا بغسل وشي. بغسل وشي ازاي؟ بجيب سوري، قبل ما اغسل وشي بجيب قطنه وبحط عليها زيت جونسون، وببتدي امسح الميك اب بتاع وشي كله. وبعد كده بدخل بالغسول، نفس الخطوه تاني، بغسل بالغسول، بس يعني في المره دي مش هحط زيت شجره الشاي، بغسله عادي جدا باي غسول موجود عندي. وبعد كده بجيب التونر اللي انا كنت حاطاه في التلاجة، وبقطنه صغيره ببتدي اخد منه وابتدي امسح وشي كويس الاول، وبعد كده باخد منه حبه كمان وبالطبطبه. وبعد كده بستنى شويه، وفي اخر اليوم قبل ما انام ببتدي احط الكريم تاني، دي تاني مرة. وبعد ما احط الكريم بستنى شوية، واخر حاجة بحطها على وشي هو زيت شجرة الشاي. ولما بيبقى عندي حبوب لسه طالعة او اي حبوب ليها راس بيضة، بستخدم زيت شجرة الشاي 3 مرات في اليوم. وبقلل الميك اب، ما بحطش فاونديشن، جاست بحط بس كونسيلر بقى عشان ما يزودليش الالتهاب. وبعمل نفس الروتين ذاته، بس اللي هي كل الاختلاف ان انا بزود زيت شجرة الشاي، بستخدمه 3 مرات في اليوم على موضع الحبوب بالظبط، لوكال مش على وشي كله. كده بقى خلصت الفيديو، يا رب يكون الفيديو عجبكم. واستنوني في الفيديوهات الجايه، هعمل لكم ريفيوهات حلوه كتير. وكمان لسه في منتجين لسه هجربهم من اوريفليم بزيت شجره الشاي، علشان اعمل لكم ريفيو عن المجموعه كامله. بس بصراحه فعلا فعلا انصح اي بنوته بشرتها دهنيه، هاتي منتجات زيت شجره الشاي من اوريفليم وانتي مطمنه. وعلى فكرة انا عارفة برضو ان انتوا خايفين شوية، لان هي الى حد ما سعرها قليل برضو، لكن على فكرة انا جربتها وحلوة جدا على البشرة، ولا عملت لي التهاب ولا طلعت لي حبوب ولا اي حاجة. بس انا بالنسبة لي هي كمان احلى من منتجات اوريفليم اللي بتصبار. بالنسبة لي كانت منتجات شجرة الشاي احلى كتير، فجربوها وهتدعولي. باي باي، واستنوني في الفيديو اللي جاي، هعمل لكم مفاجآت حلوة كتير. اعملوا لايك وسبسكرايب، واي بنوته عايزه مني اي حاجه اكتبولي تحت ومتكسفوش، وهرد عليكم على طول. باي باي، واستنوني في الفيديو اللي جاي.